في مثل بيتقال في المواقف دي، نقول طور يقولوا حلبوه. بنقول مفيش نص في القرآن بيقول ان المسيح سوف يأتي ديانا للعالمين. طب ايه رأيك في الديان يا عم؟ مفيش آية في القرآن بتقول ان المسيح سوف يأتي ديانا للعالمين. والله لو عندنا مش هنخبي، اللي عندنا ان المسيح سيأتي من علامات الساعة، مش هيدين ولا اي حاجة، من علامات الساعة. وهيعمل ايه؟ هيكسر الصليب ويقتل الخنزير. لكن فكرة وسيأتي المسيح ديانا للعالمين ده بلح، ده مش موجود، ده مش في الاسلام. هم بيحاولوا يصدروا الجملة اللي بيقولوها ويقول لك ده في موجود في القرآن. ليه؟ يقول لك ان المسيح هو اللي هيحاسب البشر يوم القيامة. المسيح اصلا هيحاسب زي البشر يوم القيامة. طب امال هو هيجي عندنا ازاي؟ قبل القيامة هيأتي المسيح، قبلها من علامات الساعة مجيء المسيح. طب ليه المسيح هو اللي هيجي دون من الانبياء كلهم؟ عشان لما هو يجي يكسر الصليب ويقول لهم انا لم اصلب، ده هو بنفسه اللي بيقول. ولذلك سبحان الله تجد ان اليهود والنصارى والمسلمين منتظرين المسيح، فلما يجي الكل خلاص ده المسيح نفسه هو اللي بيتكلم، هيصلي صلاة المسلمين. وقتها انت المسيحي بقى تخيل كده، المسيحي ايه ده؟ هو مش ده الاله اللي انا كنت بعبده؟ ده بيصلي لربنا عند المسلمين. متخيلين؟